كنت اتكلمت مع حضراتكم قبل كده في موضوع فلوماك الكيا، بس للاسف في معلومه كده يعني ما موضحتهاش، وفي ناس طلبتها مني. ازاي تعرف ازاي تعلي الضغط بتاع الفلوماك؟ يعني انت ركبت الفلوماك على الموتور وعايز تعلي الضغط بتاع الفلوماك ده يوصل لاعلى حاجه، او تعلي الضغط بتاعه مثلا اكتر شويه. فعندي هنا مسمار زي ما حضرتك شايف كده. المسمار ده اهو، المسمار ده تربط عليه يمين تزود الضغط، لو لفيته شمال هيخف معاك الضغط شويه. زي ما انت عاوز تزود، زي ما انت عاوز الموتور يضغط معاك 5 بار 6 بار 7 بار زي ما انت عاوز. كل ما تضغط كل ما تعلي الضغط من الزرار المسمار ده. كمان معلومه تانية بخصوص الكهرباء، تجميع الكهرباء بتاعت الفلوماك في الموتور. الكهرباء يا جماعه في كابلين طالعين من الفلوماك اللي هم دول زي ما انت شايف كده بالظبط. الكابلين دول فيهم واحد مكتوب عليه موتور وفيهم واحد مكتوب عليه الكتريك. الالكتريك ده السلكين بتوعه بيبقوا الازرق والبني واصلين، هم دول اللي بيتوصلوا للكهرباء. والاصفر دي تعتبر ايرس، بتلف بس عليها كده شي كرتون بسيط وخلاص. والفردتين دول بيجوا من الفردتين، بتوصلوا بالفردتين اللي جايين من الكهرباء العمومي عندك انت. الكابل اللي عندك في الموتور كذلك الامر، بالسلك الاصفر ده بتلف عليه شي كرتون، ده الايرس العادي. والسلكين اللي طالعين من الكابل دول اللي انت بتوصلهم في الموتور. اي فرده يعني مش ما لهاش مقياس معين، يعني ما ولا شرط معين، لا اي فرده في اي فرده وهيشتغل معاك تمام زي ما انت عاوز. ده بخصوص بخصوص الفلوماك. كانوا المعلومتين دول كانوا ناقصين عند الفيديو اللي فات، فانا حبيت اكملهم في الفيديو ده عشان برضو تبقى المعلومه كامله. في ناس طلبتها موضوع زياده الضغط بتاع الموتور، زياده ضغط الفلوماك، وتوصيل الكهرباء بتاع الفلوماك بس. اتمنى اكون فدتكم في المقطع الصغير ده، وانتظروا مني ان شاء الله فلوماكات جديده ومواتير جديده. في مواتير تانية جديده كتيره لسه ان شاء الله هنتكلم عنها في الحلقات القادمه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.